جارية مصر، فهناك مؤامرة غربية صهيونية لتقسيم تنفذها الكنيسة المصرية بقيادة شنودة. تحولت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية إلى كيان سياسي مستقل تماما عن الدولة في ثلث القرن الأخير، وأصبحت تتعامل مع الدولة من موقع الند والقوة. يعضدها في ذلك محوران أساسيان هما الدعم المالي والدعم السياسي الدولي. وفي غياب لقوة وإرادة سلطة الدولة بعد الانصياع التام للإرادة الأمريكية، من هو المسؤول عن الفتنة الطائفية؟ ومن هو المذنب الجاني؟ ومن هو الضحية؟ ولماذا تصاعدت الأحداث بتلك الصورة الدرامية عبر ثلث القرن الأخير؟ هل بسبب تولي الأنبا شنودة أمر المسيحيين المصريين؟ من هو الأنبا شنودة؟ تاريخ الميلاد: الجمعة 3 أغسطس عام 1923. مكان الميلاد: قرية سلام بمحافظة أسيوط. الاسم قبل الرهبنة: نظير جيد رفائيل. إن شنودة نفسه هو الضابط المصري نظير رفائيل الذي عمل في قصر الملك فاروق، وكان أحد عناصر الحرس الحديدي الذي شكله فاروق، وهو الحرس المتهم مصريا بالتعاطف مع هتلر، وكان ينفذ عمليات اغتيال لصالح الملك. في الأربعينيات حينما كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني، ظهر تنظيم متطرف زرع فكرته مسيحي اسمه حبيب جرجس. تم إشهار هذا التنظيم تحت اسم جماعة الأمة القبطية في وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1952 على يد محام شاب يبلغ من العمر 20 سنة فقط اسمه إبراهيم فهمي هلال. وكان الهدف من هذا التنظيم بزعمهم هو مواجهة الفكر الديني الإسلامي الذي انتشر حينها على يد جماعة الإخوان المسلمين، حتى إن جماعة الأمة القبطية تلك رفعت شعار الإنجيل دستورنا والموت في سبيل المسيح أسمى أمانينا. ويعترف نظير جيد في مقال له بمجلة مدارس الأحد بتاريخ 20 يناير سنة 1952 بتزعمه لجماعة ذات نزعة طائفية عام 1948، وهو العام التالي مباشرة لتخرجه. حتى لقد ذهب إلى هذه الجماعة نجيب اسكندر باشا وزير الصحة في حكومة النقراشي باشا قائلا لهم: لحساب من تعملون، مؤكدا أنهم بذلك يهددون وحدة العنصرين كما قال. كما يعلن نظير جيد في هذا المقال نفسه أن المسلمين قد أتوا وسكنوا معنا في مصر، أي أن المسلمين المصريين جالية محتلة لمصر منذ 14 قرنا. وفي الأول من شهر توت رأس السنة الفرعونية وعيد الشهداء عند الأرثوذكس سنة 1669 قبطية الموافق 11 من سبتمبر عام 1952 ميلادية، تتبلور هذه النزعة الطائفية العنصرية الانعزالية في جماعة الأمة القبطية، التي استقطبت خلال عام واحد 92,000 من شباب الأرثوذكس، والتي أعلنت عن مشروع قومي وليس مجرد مطالب لأقلية دينية. أعلنت أن الأقباط يشكلون أمة ويطلبون حذف النص الدستوري الذي يقول إن الإسلام دين الدولة الرسمي، وإن اللغة العربية هي لغتها، وذلك ليكون الدستور مصريا وليس عربيا ولا إسلاميا كما قالوا. وإعلان أن مصر كلها
أرضنا التي سلبت منا بواسطة العرب المسلمين منذ 14 قرنا، وأننا سلالة الفراعنة وديانتها هي المسيحية، وسيكون دستورنا هو الإنجيل، وتكون لغتنا الرسمية هي القبطية. وكان لهذه الجماعة علمها وزيها الخاصين بها، وكان رمزها يمثل صليبا منصوبا في الإنجيل، كما كان لها نشيد خاص تنشده في جميع الاحتفالات والاجتماعات. كما افتتحت في المحافظات مدارس لتعليم اللغة القبطية بالمجان. إن أول من اكتوى بإرهاب هذا التنظيم المتطرف هي الكنيسة الأرثوذكسية نفسها، فلقد حاولت هذه الجماعة الطائفية العنصرية ضم قيادة الكنيسة إلى هذا المخطط، فلما رفض البابا يوساب الثاني هذه التوجهات قام التنظيم عام 1954 باختطاف البابا وأجبروه على التنازل عن البابوية. فلقد اختطفوا البطريرك الأنبا يوساب الثاني من مقر المطرانية وقتها بشارع كلوتبيك بقلب القاهرة، وأجبروه على توقيع استقالة ونقلوه بالقوة وتحت تهديد السلاح، ثم قاموا بإلقائه في جوال على شريط السكة الحديدية بمنطقة الشرابية. ولولا أن الرب كتب له ألا يموت بهذه الطريقة المهينة وهو البابا لداست عجلات القطار بطريرك الأقباط كما قالت الكنيسة. وقامت جماعة الأمة القبطية بدعوة الشعب إلى انتخاب بطرك جديد، وتحصنوا بالمقر الرئيسي للبطريركية حتى تدخلت الشرطة وألقت القبض عليهم، وحيلت المجموعة المسلحة للمحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن. وأثناء المحاكمة كان الدكتور إدوار غالي الذهبي يترافع ضد المجموعة المقبوض عليها من تنظيم الأمة القبطية، فتلقى سيلا من التهديدات من باقي أعضاء التنظيم الهاربين، الأمر الذي جعل الداخلية توفر له حراسة مشددة. وقد تقدمت وزارة الداخلية حينها بمذكرتين، الأولى بجلسة 13 من مايو، والثانية بجلسة 17 من يونيو عام 1954، بيّنت فيها أغراض الجماعة التي تهدف إلى إقامة دولة قبطية باستعمال القوة المسلحة، وصدر قرار بحل الجماعة. إلى هنا لم تنتهي الجماعة، فباقي أعضاء المجموعة هربت إلى أديرة الصحراء المهجورة، وكان منهم نظير جيد الذي صار شنودة لاحقا، الذي ترهبن في العام نفسه هربا من الملاحقة الأمنية باسم الراهب أنطونيوس السرياني، ثم انضم إلى مجموعة منعزلة عن الكنيسة تحت قيادة الأب متى المسكين. وبعد وفاة البابا يوساب الثاني رفض أعضاء المجمع الصلاة عليه، ورفضوا خروج جنازته من الكاتدرائية المرقسية لولا تدخل المتنيح الأنبا بنيامين أسقف المنوفية. في عام 1959 اعتلى كيرلس السادس كرسي البابوية، وكان من أول قراراته إبعاد الرهبان عن الكهنوت وعودتهم إلى الأديرة، وكان من بين هؤلاء المبعدين متى المسكين وتلميذه أنطونيوس السرياني. ورفض الأب متى وتلاميذه تنفيذ قرار البابا، وتوجه الأب متى و12 من تلاميذه إلى مغارة بمنطقة وادي ريان قرب الفيوم ليعيشوا حياة الرهبنة والتنسك هناك. ولم يمض كثير وقت إذ لم يتحمل أنطونيوس السرياني حياة الرهبنة القاسية، وكعادته تمرد على أستاذه متى المسكين وتركه في المغارة ليمضي فيها متى المسكين 10 سنوات من عمره. وتعد هذه الواقعة هي بداية الخلاف بين شنودة وبين أستاذه الأب متى المسكين، والتي امتدت بعد ذلك لتصل إلى خلافات وأحقاد كهنوتية وعلمية وسياسية وأحيانا لاهوتية. وبعد لقاءات ومفاوضات مع البابا كيرلس السادس عاد الراهب أنطونيوس السرياني إلى العمل داخل الكنيسة، وترقى في المناصب بسرعة غريبة، حتى إنه أصبح المشرف على مدارس الأحد ورئيس تحرير الجريدة الخاصة بها بعد 4 سنوات فقط من رهبنته.
وبعدها ب3 سنوات تم تعيينه الأسقف العام للكنيسة القبطية، وهو منصب كبير وخطير، ولم يحدث أن تولاه راهب بهذه السرعة أبدا. ووقتها بدأ هذا الراهب يكتب في مجلة مدارس الأحد عن ضرورة إحياء اللغة القبطية وهجر العربية وتوحد الأمة القبطية بإزاء الغزاة العرب، ما أجبر البطرك كيرلس السادس على معاقبته أكثر من مرة بضغط من الحكومة. لكن مكانة الراهب المحيرة بين رهبان الكنيسة وسطوته الغريبة عليهم كانت تعيده في كل مرة أقوى مما كان. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. نحن المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة اتفقنا جميعا بطيب قلب، فانتخبنا الأنبا شنودة بابا وبطريرك ورئيس أساقفة للكرسي الرسولي، كرسي القديس مرقس الإنجيلي. صلوا جميعا لأبينا المختار من الله. ثم تتوالى الأحداث ويصبح الراهب أنطونيوس السرياني نظير جيد سابقا البابا رقم 117 للأقباط النصارى في مصر تحت اسم الأنبا شنودة الثالث في عام 1971 خلفا لكيرلس السادس. ومن يومها لم تعرف مصر سوى التوتر والفتنة الطائفية، فقد كان هذا الرجل هو البوابة التي دخلت منها جماعة الأمة القبطية المتطرفة إلى حكم الكنيسة المصرية. وسارت الكنيسة تحت قيادة هذه الجماعة المتطرفة التي تسعى لتقوية نفوذها وزرع الحقد والغضب في أبناء الطائفة النصرانية وعزلها وتنظيمها وانفصالها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا عن الوطن. والناظر إلى الكنيسة اليوم يدرك إلى أي مدى نجحت جماعة الأمة القبطية في مخططها. فالجميع يعلم أن الكنيسة في الستينات في عهد كيرلس السادس قد استعانت بعبد الناصر لتقديم مساعدات مالية من خزينة الدولة لدفع رواتب العاملين بها، ولم تكن أعدادهم تتجاوز 10 ذلك العدد الموجود الآن، بل ربما أقل. والجميع يعلم أن مبنى الكاتدرائية لم تكن الكنيسة تملك تكاليف بنائه في نهاية الستينات، وأن عبد الناصر تكفل بكل تكاليف إنشائه حتى تكاليف الديكورات التي لم تكن الكنيسة تملك ثمنها. لكن شنودة عندما تولى رئاسة الكنيسة قال كلمته المشهورة: لقد مضى الزمن الذي يمد البابا فيه يده للأغنياء. وها نحن نرى الكنيسة تملك ميزانية لا تقل عن ميزانية الدولة نفسها في بعض الأحيان، حتى أصبح المال أهم عناصر قوة الكنيسة، وهو الذي كان بالأمس أهم عناصر ضعفها. مصدر هذا المال يظل في أغلبه مجهولا، فلا العشور ولا التبرعات ولا مشاريع الكنيسة يمكن أن توفر هذا الرصيد الضخم من السيولة المالية. بعض الأصوات الكنسية المتمردة خرجت تتحدث عن الاتجار بالآثار، باعتبار أن معظم الأديرة بنيت على أطلال المعابد الفرعونية القديمة. بعضهم تحدث أيضا عن عمليات غسيل أموال واسعة، لكن على وجه اليقين لا يستطيع أحد أن يبرهن من أين تأتي أموال الكنيسة. وبدأت الفتنة الطائفية بأحداث الخنكة عام 1972، تلتها أحداث الزاوية الحمراء التي بدأت بخلاف دام بين عائلتين عام 1981.